السلام عليكم. اليوم جيتكم قصة جديدة ديال الرعب. كنتمنى من الناس اللي كيخافوا ولا اللي سنهم صغير ما يدخلوش لهاد الفيديو، ما يحاولوش يقلدوا اي حاجة من داكشي اللي غنقول. مشينا. نط كنجري وكنرجع كل حاجة لبلاصتها، المرايات والبراد والماعن، اي حاجة كتعكس وجهي ملي كنشوف فيها. هاد اليوم الوالدة واختي جايين لعندي، ما خاصهم يلاحظوا حتى حاجة، حيت الا عرفوا غيحماقوا ما فيهاش. ما فهمتو والو، خليني نعاود لكم من الاول. سميتي طارق، عندي 25 عام، كنقرا الطب وهذا هو اخر عام عندي باش ناخد الدكتوراه ديالي اللي كنت من ديما كنحلم بها ملي كانت عندي 12 عام. ملي بديت القرايه وانا عايش بوحدي في مدينه اخرى بعيده على عائلتي اللي هما الوالد والوالده واختي التويميه اللي اختارت تقرا الحقوق باش تخرج قاضيه. الحمد لله عائلتنا كان كيضرب بها المثل في القرايه والتربيه، كان كلشي حاضينا وحاسدنا. المهم انا مع كان عامل الاخر هداك كنت عييت بزاف، كسرت عليا الحفاضه والبحوثات والإسطاج، ضعفيت بزاف، وليت حالتي عينيا زرقين والدار كلها مرونه، كلشي مليوح في الارض. مبقى عندي خاطر لوالو، كنقول غير امتى نكمل هاد العام ونتخرج ونرجع لمدينتي نخدم تماك. ما كنتش باغي نخدم عند شي واحد، حيت بغيت نكون انا هو مول الشي، نحكم ونآمر. ولكن المشكل ما كانش عندي باش ندير الكلينيك ديالي، دارنا ما فحالهمش، حتى البنكة على حساب ما قال لي الدكتور اللي كيقريني ولاو مصعبين الكريدي، خاصك ضروري شي ضمانات وشي تخربيق. صافي حس براسي غير طرطق، ما عرفش خاصني ندير، غارق في افكاري حتى كيصوني ليا سي محمد اللي هو صاحبي وكيقرا معايا. قال لي فينك؟ قلت ليه انا سهران مع الساطا ديالي. هو يطلقها بواحد الضحكه سمكات ليا ودني، ولد الحرام عرفني باللي معقد من البنات، وفي الحقيقه ماشي معقد، هما اللي ما كيحملونيش، ما عرفتش علاش ولا كيفاش كنبان ليهم. اخر وحده تعرفت عليها نهار خرجنا رجعت للدار لقيتها بلوكاتني. قلت لسي محمد اش باغي خليني نعس. قال لي انا راه معيط لك باش ندير فيك خير، راه صاوبت البحث اللي عطانا البروف، قديت لك حتى انت واحد معايا، حيت بنتي ليا ماشي هو هذاك. قلت ليه لا يخطيك، راه درتي فيا خير كبير، راني ما قادرش حتى نحرك السوري. قال لي وسير سير ضرب عليه طليله وشوفو، وشوف حتى واحد الحاجه اخرى صيفطتها لك معاه، قراها غتعجبك. قطعت معاه ونت كنجر في رجليا، هزيت البيسي وجلست كنقلب في الايميل ديالي على البحث اللي صيفط ليا داك القرد. كنحل الوورد وكنقرا، صافي كلشي هو هداك من غير سميتي اللي ديما كيخربقها ليا. قاديتها ودرت لداكشي اونغوجيستري، بان لي واحد اللين بنفس الايميل، يعني حتى هو اللي مصيفطولي. وقال لي نشوفو، كليكيت عليه، كتخرج لي واحد التصويره ديال بنت كتخلع، قفزت من بلاصتي، مكتوبه لتحت انا قارنتك وانا اللي غنكون مراتك. ولفت الفعايل ديال هاد الحمق، ولكن هو ديما كان كيقول لي باللي راه كيامن بهذا الشيء ديال الجنون والخزعبلات. الحقيقه حتى انا كيعجبوني افلام الرعب، ولكن كنت كنعتبر داك الشيء غير تمثيل، ما كاينش في ارض الواقع. المهم مسحت ديك التصويره ودخلت الفيسبوك كنتسركل، كنشوف مع من نشد الستون. راكم عارفين، غادي تقولوا لي البحث ما قديتيش تقادو والشاط موقد ليه، ولكن عذروني راه تمارة ديال 6 سنين، راسي ولا كبير بكثرة الحفاظة. بقيت هكاك طالع هابط، كنقلب في البروفايلات حتى كنضرب على واحد البروفيل زوين بزاف. دخلت بالزربة لعندها، كنلقاها الباج ديالها كلها مبارطاجية داكشي ديال الرعب، كيف تحضر الجن، كيف ترى الجن، كيف تجعل الجن في خدمتك. هو واش حتى البنات كيبغيو هادشي د الرعب زعما؟ قلت مع راسي غندخل نشوف هادشي اللي كتلوح. كليكيت على واحد اللعيبه كتبان ليا فيها استدعاء القارين، اش كنقرا وانا حال فمي، هادشي كامل على قاريني وانا ما عارفوش. مكتوب بلي اي انسان عنده قارينه اللي ديما معاه، والرجال كتكون عندهم قارينتهم بنت، والعكس، البنت كتكون عندها قارينها ذكر. قلت مع راسي اييه،
بما انني بوغوس فغتكون القرينه ديالي شي تيتيزا. وانا جالس تنتعذب وكنقلب على شركة العمر وهي غير حدايا، خصوصا ملي عرفت بلي القارن كيبغي الشخص اللي معاه وكيدافع عليه، وملي كيكون مقلق كيواسيه. فإلا كنتي ناعس بالليل وحسيتي بشي حاجة كتحرك حداك، فهداك غير القارن ديالك كيلعب معاك وباغي يثير انتباهك. ولكن الحاجة اللي صدماتني ديال بصح وخلاتني بلا نعاس هي ملي قريت بلي قرينك يقدر يحقق لك اي طلبة طلبتيه كيف ما كان نوعها، ولكن كاين مقابل، والمقابل هو كانوا دايرين 3 النقاط ما مكملينش الموضوع. شنو هو زعما هاد المقابل؟ علاش ما كملوش الهضره؟ كنضرب على الساعه لقيت 2 ديال الليل، خاصني نعس باش نفيق بكري. فقت في الصباح وانا كنحل عيني غير بزز، فطرت ولبست حوايجي وتحركت لافاك. من بعد المحاضره خرجت انا والسيمو، كنتمشاو حتى قلت ليه بغيت نسولك. قال لي اش باغي؟ الا كنتي غتسولني على الحصه اليوم فراه حتى انا ما قشعت والو، غير بلا ما تشوف فيا. قلت ليه لا صاحبي، راه بغيت نسولك على موضوع القارين. دار لعندي وقال لي هو متعجب، ياك ما عجباتك التصويره اللي صيفط ليك؟ قلت ليه بركه من الطنس، كنهضر معاك دابا بجديه. البارح كنت كنقلب في الفيسبوك حتى طلعت لي واحد الباج كتهضر على القارن وبلي كيحقق الامنيات، ولكن كيطلب منك مقابل وما كملوش الهضره. في نظرك بحالاش هاد المقابل؟ قال لي اي حاجه فيها الدم. قلت لي كيفاش؟ قال لي في نظرك شنو هو القارن؟ هو مخلوق اصله من العالم السفلي، كيحسب لك غيقول لك وجد ليا اللحم بالبرقوق؟ راه باينه غيقول لك ذبح وقتل وسيل الدم. شاف فيا وقال لي شوف صاحبي، بعد على داكشي، راه ما منوش، ما كيخرجش على خير. الاحسن تركز على قرايتك، هذا عام كل الاخر ضرب على كتفي وزاد. رجعت للدار بحال ديما، الدنيا مرونة ومقلوبة سفالة عليها. دوزت نهاري عادي، ولكن داك الموضوع ما بغاش يخرج ليا من راسي، الفضول غيقتلني والطمع زاد كمل عليا. عرفتي شناهي تحقق لك امنياتك؟ اكثر حاجة كنتمناها هي عيادة خاصة بيا، ديالي بوحدي، نخدم اللي بغيت. حليت الثلاجة وجبت الفرماج والطون، قديت ساندويش وتلاحيت فوق الفراش، كناكل وكنبقشش في الفيسبوك، طالع نازل حتى كتبان ليا نفس البنت ديال البارح. كانت مبارطاجية واحد المنشور مكتوبة فيه صفقات مع الجن. قلت ندوي معاها والليلي هاديها، صيفط ليها ميساج سلام صافا. دازت واحد 5 دقايق وهي تجاوبني صافا وانت؟ قلت ليها لاباس. بقينا كنهضرو سميتك، فين ساكنة، اش كديري في حياتك. بالصدفة لقيتها ساكنة في نفس المدينة اللي عايشين فيها دارنا. بقيت متردد نسولها على دوك المنشورات اللي كتلوح. في الاخير زعمت وقلت ليها باللي جاني الفضول نعرف علاش كتحطي بزاف ديال المنشورات في الصفحه ديالك اللي كيهضروا على الجن. كان جوابها غريب، قالت لي باللي هي من صغرها وكيعجبها افلام الرعب، وباللي كتقرا على داكشي د الماورائيات وكتستمتع ملي كتقرا شي معلومه. تعجبت، قلت مع راسي هاد البنت ماشي عاديه. قلت لي كنعرف هو انه البنات كيخافوا من خيالهم عادي الا قراو على الجن. قلت ليها بغيت الكمالة ديال واحد المنشور كنتي لحتي هادي يومين كيهضر على القارن. قالت لي باللي الموضوع اصلا ما كاملش، حيت الشخص اللي كتبو ما كملوش، ولكن هي عندها فكرة على كمالته. قلت ليها وانا متحمس، شنو هي؟ قالت لي اكيد القارن الا نفذ لك رغباتك الخاصة غادي يطلب المقابل حتى انت تنفذ ليه رغباته. قلت ليها بحالاش هاد الرغبات؟ قالت لي هنا كتنتهي المعرفة ديالي، ولكن الا كنتي مهتم لهاد الدرجة نقدر نعرفك على واحد الولد كنعرفو عنده مع هادشي بزاف، وشحال من مرة دوز تجارب في هاد الامور. قلت لها لا لا بلاش، ما كاينلاش. صافي بقينا داويين حتى داني النعاس، فقت على صوت تليفوني كيصوني، لقيتها اختي. السلام بخير. قلت ليها ياك لاباس، ما موالفاش ليك تعيطي ليا في هاد الوقت. قالت لي بلي راه طرات شي حاجه خايبه. قلت ليها شنو واقع، ياك ما الوالد مريض؟ قلت لي لا، ولكن ما تقولش ليهم بلي عاودت لك هاد الهضره. قلت ليها غير دوي. قالت لي يا خويا ما كاين ما نخبي عليك، الوالد زراو عليه من الخدمه هادي مده، وحنا ما كنخلصوهمش الكرا باش نصيفطوا لك انت الفلوس، ودابا تجمعات علينا 6 شهور، مول الدار باغي يخرجنا. قلت ليها وانا معصب، علاش ما قلتوش ليا هادشي شحال هادي؟ قالت لي بلي بابا ما بغاش، قال لينا بلي ما بغاش يديرونجيك، وانت ما بقى لك والو تشد الدكتوره ديالك، وبلي حتى انا كون ما كنتش عايشه معاهم ما كنتش غنسيق الخبار.
قطعت معها وانا معصب وحاقد. الوالد 30 عام وخدام في ديك الشركة، وفي الاخر لاحوه لوحة الكلاب. خرجت للبالكون كنشم شوية د الهوا، كنقول مع راسي انا السبب. كون مشيت تكمشت حدا والديا وخديت شي ديبلوم كوراني خدام عليهم وهازهم، هما 7 سنين وما كيصرفوا عليا وعمرهم تشكاو. دابا حتى الا بغيت نخرج من القرايه ونخدم غيمشي ليهم كاع داك التعب هباء منثورا. ودابا مستحيل نقدر نخدم ونقرا، حيت الوقيته اللي كتكون عندي خاويه كندوزها في الحفاظه والتوجاد للدكتوره. شنو غندير دابا؟ والديا واختي غيتشردوا. في لحظه جا في بالي الموضوع ديال القارين. مشيت كنجري خديت البيسي وصيفط لديك البنت ميساج باش تعطيني الواتساب ديال داك الولد. خديت النمره دخلتو عندي، دخلتو دخله وحده. خويا وريني الطريقه باش نستدعي القارين. الولد تخلع ما فهم والو، قال لي غير بشويه عليك وشرح ليا. قلت ليه البلان بلي راني هضرت مع الوهيله وقالت لي بلي تقدر تعاوني حيت كتفهم في هذا الشيء. قال لي شوف اخويا، كيف ما كان السبب اللي يخليك دير هكا فانا كنصحك ما تحاولش تدخل في هذا العالم حيت نهايته خايبه. شحال من واحد سطا وحماق وكاين اللي انتحر كاع. قلت ليه هادشي كامل انا عارف ومستعد ليه، وانا كنقول في بالي نموت على عائلتي حيت كيف ما هما ضحاو على قبلي خاصني ندير شي حاجه على قبلهم. قال لي انا ملي كنت في الليسي وانا كيعجبني هادشي د الرعب وتحضير الجن، كنت كنتسنى بفارغ الصبر عائلتي تخوي الدار باش انا نحضر الطقوس ديالي. ولكن كاع المحاولات اللي درت فشلوا. درت اللي يدار واللي ما يدار، ولكن حتى شي حاجه ما نجحات. اما بالنسبه للقارين فقريت عليه بزاف، ولكن ما عمرني ما فكرت نحضره ولا نستدعيه، حيت ببساطه مستحيل نتخلص منه، حيت هو مني ومعايا. من حدي عايش وكنتنفس غيبقى حتى هو عايش. عكس ديال الجن اللي غير كنطلق ليه القران غادي يهرب وما يعاودش يتجرأ عليا. هو كيهضر وانا ما مسوقش لهضرته، كنتسنى منه غير حاجه وحده، يوريني الطريقه باش نستدعي القارين ديالي. صافي كنت ديجا خديت القرار وما غنتراجعش عليه. صيفط لي واحد النص مقالي على طريقه استدعاء القارين. بقيت كنقرا بالزربه، لقيتهم كاتبين بلي خاصني نكون ذكي ورد البال مزيان في التعامل معه، والمهم والمؤكد ننفذ ليه رغباته وما نحاولش نأذيه، حيت ببساطه يقدر يقضي عليا، خصوصا انه كيعرف افكاري. وخا كلشي هاد التحذيرات اللي كتبين بلي الموضوع خطير وما كيساليش بالخير، بقيت متشبت بقراري. كنقرا بلي غنحتاج شمعة ومرايا وشويه ديال الدم ديالي. مشيت كنقلب في الكوزينه، ما لقيتش الشمعة، هبطت كنجري مشيت شريتها. طلعت دخلت لبيتي وشعلتها وحطيتها بعيد عليا، حيت قال لك خاص الضو يكون قليل بزاف. حطيت المرايه قدامي وجبت سلافه، جرحت يدي وعصرت الدم فيها. بديت كنكتب دوك الرموز والعلامات اللي ما فهمت منهم والو. كتبت سميتي كبيره بالمقلوب، وكنقول داخل ديالي يا ربي تسمح لي على هادشي اللي غندير. بقيت كنعيط قيراط قيراط اللي هي سميتي بالمقلوب، عاودتها شي 10 د المرات وانا كنشوف في المرايه وكنتسنى شي حاجه تلاح عليا وتقرجني. بقيت هكاك شي 10 دقايق ما كيبان ليا والو. قلت مع راسي يمكن بصح هادشي غير خزعبيلات، ولا هادي ماشي هي الطريقه الصحيحه. ملي بغيت نوض ضربت على المرايه، كنشوف راسي ولكن وجهي مخسر وعندي ملامح انثويه. انا بقيت مصدوم، ولكن الوجه اللي في المرايه كيدير شي شوفات شيطانيه وكيبتسم. تخلعت، بديت راجع اللور وانا ما عارف ما ندير، حتى وصلت للحيط وبقيت غير كنشوف في داك العجب وهي كتهضر. قالت لي مالك خايف؟ ما هضرتش، لساني اللي غيجاوبها كان ثقال عليا، ما قدرتش نخرج حتى كلمه. وهي تعاود تهضر، ملي انت خايف هكا علاش استدعيتيني؟ شويه حتى كتبان لي يدها خرجت من المرايه. صافي تماك ما قدرتش نشوف كتر، خرجت من البيت كنجري، حليت الباب ديال الدار وهبطت لتحت بحال شي حماق هارب في الزناقي مع نصاصة الليل. كتبان ليا شي مشا كنقز من بلاصتي. اش داني ندير هادشي؟ ما حسيتش براسي حتى داني نعس فوق واحد الكرسي ديال الجردة. جا العساس كيفيق فيا وكيقول لي ولدي ياك لاباس لاش ناعس هنايا؟ نط وانا مفزوع، تفكرت كاع داكشي اللي طرا البارح بالليل، ما يحسبش ليا بلي غنتخلع لديك الدرجه. حيت مع راسي كنت كنقول انا مستعد نشوف شي عجب كبر من هكا، ولكن يمكن داكشي اللي كنشوفو في الافلام د الرعب كيبقى محصور غير في التلفازه ومصنوع من الخيال.
ولكن هادشي اللي شفتو راه كان مباشرة 3 دي. صافي نضت مشيت طلعت، بقيت واقف شحال حدا الباب كنفكر واش ندخل ولا لا. تفكرت عائلتي وانا نحل الباب ودخلت، كتبان ليا الدنيا كالم ما كاين والو. كنتسلت بشويه حتى حليت الباب ديال بيتي، الشمعة مطفيه، المراية في نفس البلاصة اللي خليتها فيها، ولكن ما فيها لا دم ولا والو. خديت البوليكوب ديالي وخرجت باش نمشي لافاك. كانت ديك الساعة 7:30. عيط لسيمو قال لي بلي راه غيجي حتى ل10. حتى انا بصراحة ما كانش فيا اللي يدخل الحصة، حيت ما غنركز في حتى كلمة من اللي غيقول البروف. انا عايش ليلة رعب في الدار. عيطت لختي غيتا باش نسولها شنو داروا مع مول الدار. جاوباتني وهي كتبكي، قالت لي بلي راه خرجهم ودابا جالسين غير عند واحد عمتي. صافي طلع لي الدم، كنشوف البحر قدامي كنت غنتلاوح فيه. ولكن لما نخلي عائلتي اللي املهم كله عليا، جمعت طاقتي كلها ورجعت من الطريق اللي جابتني قاصد داري. دخلت مشيت نيشان للمرايا، كيبان ليا وجهي عادي. قلت مع راسي يمكن خاصني نعاود نفس الطقس ديال البارح. شعلت الشمعة، كتبت دوك اللعيبات بالدم، يلا جيت ننطق بداك الاسم حتى كيبان ليا وجهي تسيف. ولكن هاد المرة حاولت نتمالك اعصابي. شفت فيها نيشان، قالت لي قول لي شنو هو طلبك. انا استغربت، قلت ليها باش عرفتيها. دارت واحد الضحكة في شي شكل وقالت لي راه انا قارينتك، كنعرف كلشي عليك وديما معاك، غير انت اللي ما كنتيش كتشوفني. وهي تم خارجة لعندي وانا واقف بلاصتي ما كنتحركش. جات حتى لقدام وجهي وقالت لي بلا ما تقاوم انا عارفك خايف. قلت ليها ماشي مهم، المهم هو داكشي اللي بغيت. بقات كتضحك وصوتها كان كيضر في الودنين. قالت لي واش كيحساب ليك انا مصباح علاء الدين؟ قلت ليها واش ما غتنفذيش ليا طلباتي؟ قالت لي ايه معلوم، ولكن كاين شي حوايج اللي ما نقدرش عليهم وما عنديش الصلاحيات باش نبدلهم، مثلا بحال المرض ولا الموت. ولكن الا طلبتي الفلوس ما غاديش نقول لك لا، حيت ببساطه نقدر نسرقهم في رمشة عين ويكونوا ديالك. بقيت كنشوف فيها زعما ما متيقهاش. مشات لجهة الشرجم وقالت لي اجي تشوف. مشيت كنطل كنشوف واحد الراجل خارج من البنكة وفي يديه واحد الساك. يلا دورت وجهي حتى اختفت في لحظة، رجعت وهي هازة الملايين. بقيت كنقول صافي اموري كلها غتقاد، صافي انا اصلا همي الوحيد هو الفلوس، يعني ما غنلقاش معاها مشكل. قلت لها صافي غير رجع السيد فلوسو مسكين. وهي تقول لي لا ما غنرجعهمش، على قبل مصلحتنا بجوج. ما فهمتش هضرتها، ولكن بصح بقى فيا داك السيد، حيت يعلم الله علاش محتاج دوك الفلوس، غيبقى ضميري انبني. مشيت للبوسطة وصيفط الفلوس في الحساب ديال الوالد. عيطت لختي قلت لها تلوح لداك مول الدار الفلوس اللي كيتسالهم ويمشيو يكريو في شي دار اخرى مزيانه والباقي يصرفوا به. اختي تصدمات ما فهمات والو، بقات كتقول لي ملي جبتي دوك الفلوس؟ قلت لها صافي دبرت عليهم وصافي. ولكن هي بقات مصره باش تعرف. ما كانش عندي حل، قلت لها راني تعرفت على واحد البنت لاباس عليهم وهي اللي عاوناتني، وإن فوا غنخدم نرد ليها فلوسها. حسيت بها ما تيقادنيش، ولكن كان هذاك هو الحل الوحيد باش نسكتها. رجعت للدار فرحان وشابع دعاوي من عند الوالد والوالدة. دخلت لقيت ديك القرينة كتخنزر فيا وعينيها حمرين. تفكرت باللي خاص بما تحقق لي شي طلب نعطيها المقابل. قلت ليها شنو اللي بغيتي؟ قالت لي سميتي قيراط. قلت ليها واخا دابا نتي نفذتي ليا شي حاجه، شنو المقابل اللي بغيتي؟ مثلا شنو كتاكلي؟ واش نسيل لك الدم ديالي؟ بقات كضحك. قالت لي حنا ما كنتغداوش على الدم ولا اللحم، حنا كنتغداو على المشاعر. هي تضرب لي الطرن في راسي. قلت هذاك الموقع اللي قريت قال بلي القارن كيبغي الشخص اللي معاه يكون ديما فرحان، وإلا اداه شي واحد كيتعصب يعني غيكون مقابل ديال طلباتي هو الفرحة، هو الفرحة اللي كتغدى بها القارين. وانا هكاك ساهي حتى جات وقفات عند وجهي، وجهها تبدل ولا كيخلع. قالت لي لا راك غلط، داك الموقع ما كتبش الحقيقة. صدمت كيفاش؟ قرات افكاري بالزربة. قالت لي اسمع، من النهار اللي تزاديتي وانا معاك كنت في كل لحظة حداك، ولكن ما كنتيش كتشوفني. انت اللي كنتي كتغدى بالماكلة وانا كنتغدى بالبكا والالام والخوف ديالك. الماكلة اللي كتعجبك وكتاكلها كانت كتضرني، والماكلة اللي كتجيب ليك التقية وكتعيفها كنت كنبغيها وكنتمناك تذوق منها باش توصلني مشاعرك.
كنتي باش كتكون ناعس بالليل كنفيقك بالعاني باش تخاف وتمشي كتبكي عند ماماك. وخا كنت كندير جهدي باش ناديك كنت كنخاف عليك، وكنضحي بالتغذية ديالي باش ما تموتش حيت الا متي غنموت معاك. ولكن دابا الامر تبدل، وليتي كتعرف كلشي. خاصني نتعود على دوك السنين اللي كنتي انت كتمتع فيها وانا غير كنتعذب. وإلا حاولتي تأذيني ولا تغدرني غنقتلك بلا ما نتردد واخا نموت معاك. ولكن ثق بيا غنخليك تذوق أكفس ألم اللي ما عمرك ما حسيتي به. وهي تمشي لجهة المرايا وقالت لي غنشوفك بالليل، وهي تخشى فيها بحال شي باب. مشيت كنتلمس في المرايا كنلقاها قاصحة ويدي ما كتدخلش فيها. يمكن هنا منين كتعبر لعالمهم. صراحة خلعتني هضرتها، خاصني نرد البال وما نحاولش نعصبها، حيت دابا منين جات للعالم ديالي ولات اقوى اكثر وتقدر تصفيها ليا الا درتها ولا ها. مشيت للثلاجة نشوف باش نتغدى، تفكرت هضرتها بلي خاصني ناكل الماكله اللي ما كتحملش. هبطت للسوق، خديت كاع الخضره اللي ما كتعجبنيش وجيت للدار، خديتها غسلتها وسلقتها وجلست كناكل بزز مني وانا كنتفرج في واحد الفيلم فيه وحدين كيضربوا البيتزا. واش صافي دابا عمرني ما نحلم ندوق داكشي اللي كيعجبني. جبت البيسي كنقرا شويه. الصراحه هاد الايام ما بقيت كنقفل والو، كثرت المشاكل والضغوطات اللي كانت عندي. ما بقيتش قادر نحفظ ولا نركز. ما كرهتش غير قيرات تصوفيني في الامتحانات بلا ما نحفظ. نط لجهة المرايا كنشوف في وجهي، كنتسناها تخرج والو. كنعيط قيراط حتى كنحس بشي يد تحطات عليا. تخلعت وقفزت من بلاصتي، درت كنلقاها هي. قلت ليها منين خرجتي؟ قالت لي من الزاج ديال الشرجم. درت بان ليا داير بحال شي مرايه وخصوصا بالليل منين كنهبط الفدريش. قلت ليها ما تبقايش تخلعيني هكا. قالت لي ماشي انت اللي كتامرني، ما تخافش دابا تولف ويولي يجيك هادشي عادي. قلت ليها بغيتك تعاونيني باش ناخد دكتوراه. قالت لي واخا ولكن حتى نهار الامتحان عاد طلب هاد الطلب. قلت ليها كيفاش؟ قالت لي ما عندكش الحق طلب شي حاجه اللي باقا بعيده، خاصك تكون محتاج ليها في ديك الساعه. حتى فلوس العياده ما غاديش تاخدهم دابا حتى تشد الدكتوراه ديالك. قلت لها صافي تقدري تمشي، ملي غنبغيك غنعيط ليك. ما حسيتش براسي حتى نقزات عليا وهي تشنقني مع واحد الحيط. كانت واعره بزاف وصحيحه لدرجه ما قدرتش نحرك يديها. انا كنغوت وهي كتضحك بحال الا كانت كتستمتع. ملامحها كيزيدو يخلعوا، وجهها كيتكمش وعينيها طايحين من بلاصتو وشعرها واقف. عمرني نسى داك المنظر. قلت صافي هادي الاخرى ليا. حسيت بالموت طالعه مع رجليا حتى غيبت. فقت كنلقى راسي مليوح في الارض وديك القرينه ما كاينش حسها. كنحس براسي كلي مدقدق بحال الا واكل العصا. يديا مقموشين وعنقي كيضرني بزاف بسبب القجه اللي قجاتني. نط بزز مني كنتمشى وانا حاس براسي غنطيح. غسلت وجهي وبقيت كنبكي. انا صافي خرجت على حياتي، مستحيل نقدر نتفك. دازت 10 ايام وانا ما كنمشيش لافاك. قلت لسي محمد بلي راني مريض وغنرتاح شي ايام. كنت كنقول له يصيفط ليا المحاضرات وخا عارف راسي ما غنقرا حتى كلمه، ولكن باش ما يشكش في شي حاجه. قلت ليه بلي انا ما كاينش في الدار، مشيت لدارنا حيت الا عرفني في الدار غيبقى مصدعني. قيراط ولات كتعذبني كل ليله، كتعيشني في الرعب، كتمارس عليا جميع انواع التعذيب. لحمي ولا كله زرق ومحروق، وليت كنحشم نتعرى. كانت كتبزز عليا ناكل شي حوايج خايبين بزاف بحال اللحم خضر ولا نشرب الدم، ناكل مصارن ديال الدجاج والحوت. وخا كنتقيا داكشي كتقول لي عاود شرب داكشي. وباش ما نموتش خلاتني ناكل حتى الماكله العاديه. ولكن شمن ماكله غدوز ليا وانا كنتعذب. شهيتي تسدات وزدت ضعافيت، وليت كنخلع. مبقيتش قادر ندوز حدا المرايا. وماشي غير هادشي، منعت عليا حتى الوضوء والصلاه. وخا انا اصلا كنت كنصلي ونقطع، ولكن دابا منعت عليا في مره. حياتي دمرات. كون غير ما كانوش والديا كون راني انتحرت. ولكن باش من وجه غنلقى به الله. وانا تجرأت وعصيتو وانا متكي حتى كنسمع الدقان في الباب. قلت مع راسي شكون اللي غيجي في هذا الوقت. نط بشويه كنحل الباب كنلقى سي محمد. قلت ليه اش كدير هنا؟ قال لي انا اللي خاصني نسولك هذا السؤال، ياك قلتي لي باللي راك عند داركم. قلت ليه باش عرفتيني انا هنا؟ قال لي وصيت العساس الا شاف كيعيط ليا. وكنتي البارح هبطتي تقديتي شي حاجه؟ ملي شافك قالها ليا.
دابا قول لي مالك طارق، اشنو واقع ليك؟ علاش وليتي كتهرب؟ مالك وليتي هكا؟ حالتك ما بقاتش عجباني، ركزتي ضعفيتي. ما كرهتش نعاود ليه، ولكن ما قدرتش حيت قيراط غتندمني. قلت ليه ما كاين والو اصاحبي، غير شي مشاكل مع العائله. قال لي عاود لي هيك انا بحال خوك، دفعني وقال لي خليني ندخل غنطيب ليك شي حاجه. بغيت نمنعو ولكن ما قدرتش، ما كانش عندي القوه باش نتحرك. كنسمعو كيقول لي اش هاد الحاله صاحبي، اش هاد الروينه، اش هاد العفن اللي انت عايش فيه. ثلاجه عامره بالمصارن والريوسه ديال الحوت، واش حماقيتي؟ هادشي راه ما كيتكالش. قلت ليه لا، راه غير ما كنعرفش نقيه، ما كنعرفش شنو اللي كيتلاح وشنو اللي كيتكال. قال لي صافي غير ارتاح، انا نقاد لك كلشي. شويه تم جاي وجايب معاه واحد الطاجين وبزز عليا باش ناكل، وانا عارف باللي غنخلص عليه الدوبل بالليل. بقينا جالسين شويه، قلت ليه شوف اسم محمد، انت بحال خويا، ما كاين ما نخبي عليك. دارنا عليهم الكرا ومول الدار خرجهم، ونايضين مشاكل، والوالد جراو عليه من الخدمه، ودابا هما جالسين غير عند عمتي. وانا هاد الايام غابر حيت كنحاول ندبر على الفلوس. هادشي اللي كاين. شفت في البراد كيبان ليا وجهي كيتسيف عاوتاني. واش هادي كتخرج حتى من الماعن؟ شافت فيا وحركات راسها زعما مزيان، وإلا حاولتي تقول لي شنو كاين غنصفيها ليك. وانا هكاك حتى كيغوت سي محمد، كيقول لي اصاحبي مالك سهيتي في البراد، مخليني داوي بوحدي. قلت ليه غير سمح ليا، راني دايخ ما ناعش مزيان ومخربق. شنو كنتي كتقول؟ قال لي انا راه غندبر لك على الفلوس باش تصيفطهم لداركم، حنا راه خوت. قلت ليه لا لا ما كاينلاش، راني دبرت عليهم. في الحقيقه سي محمد حتى هو على قد الحال، وما نقدرش ناخد منه، حتى هو مضارب مع المصاريف ومع دارهم. بقى كيقول لي راه غادي تاخدهم بزاز منك. صافي قلت مع راسي، الا قلت ليه لا غيشك بلي كاينه شي حاجه، داكشي علاش وافقت. مشى سي محمد شويه وغيجي الليل عاوتاني، وغتبدا تعذبني بشي طريقه جديده. وصلت 8 ما خرجاتش، ما موالفاش ليها. قلت واش اخيرا غنعس مرتاح بلا ما نتحرق ولا نتقمش. مشيت لجهه المرايه كنطل، ما بان ليا والو. تفكرت السرجم، درت لعندو حتى هو والو. تلاحيت فوق الفراش ونعست نعسه وحده، ما فقت غير على صوت التليفون. كنشوف كنلقى هداك خينا اللي تعرفت عليه من طرف نهيله. جاوبت الو السلام. قال لي كيف داير، كنبغي نهضر معاك في الواتساب وما كتحلش. قلت ليه اسمح لي راه كنت مشغول شويه. قال لي شنو درتي بداك الشيء؟ درت ما فراسي ما يتعاود. قلت لي اين هادشي؟ قال لي داك الشيء اللي سولتيني عليه المره اللي فاتت. قلت ليه لا ما درتوش. قال لي ايوا الحمد لله ريحتيني، كنت خايف عليك حيت كنتي مصر. المهم تهلا في راسك. قطع وانا الدموع في عينيا. مشيت دخلت للدوش، كندوش كنشوف الحمي كله عصا وزروقيه وضرابي، حيت كانت كتبزز عليا نضرب الحمي بالزيزوار. بديت كندوش وكنخوي الماء على شعري، وانا مغمض عينيا نص غمضه، كنحس بشي خيالات كيدورو من حدايا. حليت عيني بالزربه، ما كاين والو، غير كندور وجهي نفس البلان. كنحس بشي حاجه كدوز من حدايا، ماشي حاجه وحده، بزاف ديال الحوايج. تخلعت، خديت فوطه وخرجت في حالي. زعما تكون هادي قيراط؟ لا لا ما نظنش، هي كتخرج نيشان، ما كديرش هكا. كنسمع اصوات في الكوزينه، الكيسان كيتقرقبوا. نط كنقلب ما كيبان ليا والو. شنو هادشي؟ شنو هادشي ولا عندي في الدار؟ وقيراط علاش غابره؟ ما موالفاش ليها. مشيت للمرايه كنعيط ليها والو. زعما صافي تهنيت منها؟ بلاتي ما يمكنش، ما حدي انا مازال عايش، راه حتى هي عايشه. ولكن علاش ما بقاتش كتخرج ليا؟ كنحس بضغط نفسي كبير، كلي كنترعد وعرقان، والاصوات كيزيدوا. وليت كنتنفس بصعوبه، اش واقع ليا؟ شويه كنسمع تليفوني كيصوني، هادي اختي. اش واقع تاني؟ الو غيتايك لاباس؟ وهي كتبكي وكتقول لي كلمه وحده، بابا بابا. بلا ما نزيد معاها الهضره، لبست حوايجي ومشيت كنجري. خديت التران لعند عائلتي، وانا كلي مقبوط وخايف. عندك لا تكون طرات شي حاجه للوالد، غادي نحماق. وصلت للدار ما كنلقى حتى شي واحد. عيطت لختي، قالت لي بلي راهم داوه للسبيطار. خديت طاكسي، طلعت نيشان البيت فين كانوا منعسين. دخلت لقيتو مغيب ودايرين ليه السيروم. عنقت الوالده واختي، قلت لهم كيبقى شنو قال لكم الطبيب؟ قالت لي غيتا بلي كان كيدوش عادي، حتى سمعناه كيغوت،
ملي دخلوا عنده لقاوه سخفان وجابوه موراها للسبيطار، وقال لهم الطبيب اللي راه عنده صدمه هي اللي خلاتو يدخل في غيبوبه. انا كنعرف هاد النوع ديال الغيبوبات يقدر يطول فيها بنادم. رجعت للحيط وتسكيت وانا غنحمى وما عارف شنو غندير. وصلت 6 ديال العشيه، كان وقت الزيارات ساهله وطلبوا منا باش نمشيو، وما قدرتش نخليه بوحدو، ولكن واخا نبقى حداه ما غنفيدو بوالو. الحاجه اللي نقدر ندير دابا هي نوقف مع امي واختي، هما اللي محتاجيني. رجعنا للدار وحنا كنا مضيومين على الوالد. كيبان ليا شي واحد واقف حدا الباب ديال الدار. شكون هذاك؟ حتى دار لعندي لقيتو صاحبي اسم محمد. قلت ليه شنو كدير هنايا؟ قال لي تخلعت عليكم وجيت نشوفك. قلت ليه ولكن باش عرفتيها؟ ما كملتش هضرتي حتى عنقني وكيقول لي ما تخافش يا صاحبي، باك غيبرا وغينوض تاني. طلعنا للدار حتى شي واحد ما كانت عنده الشهية باش يتعشى، كل واحد فينا شد بيت. محمد نعس معايا في البيت، الليل كله ما جانيش النعاس، غير كنفكر شنو هي الحاجة اللي صدمات الوالد وهو كيدوش. طاح ليا البلان اللي وقع ليا في الحمام. زعما يكون الوالد حتى هو شاف شي حاجة خلعاتو هي السبب باش غيب، ولكن الوالد راجل مؤمن ما يمكنش تقيسو شي حاجة. بقيت كنقول ياك ما قيرات تكون هي مولات هاد الفعلة. معلوم كيفاش ما فكرتش فيها، هي كتغذى على المشاعر ديالي السلبية، يعني هي اللي غتستافد من هاد الشي. نطنيش للحمام، كنقلبو ما كاين والو، كنشوف في المرايا. قلت ليها خرجي يا قيرات، انا عارف بلي انتي اللي درتي هاد الشي، خرجي لعندي. والو ما كاينش حسها. شنو هاد الشي اللي كيوقع؟ مشيت رجعت لبلاصتي وتسكيت. فقنا في الصباح، فطرنا ومشينا لعند الوالد. باقي هو. قلت لسي محمد يرجع بحالو على ود القرايه، ما بغاش بزاف حتى قنعتو. دازت سيمانه والوالد على ديك الحال، حتى لواحد النهار كنت جالس حداه وشادلو في يدو ومتكي عليه، حتى كنحس بيدو كتحرك. نط بزربه لقيتو حل عينيه وكيبتسم ليا. بست ليه راسو وعيطت للطبيب، قلبو وقال لينا بلي يقدر يخرج فوق ما بغا. رجعنا للدار، بقيت معاهم شي يومين. الوالد استرجع صحته، ولكن ما بغاش يقول لنا شنو السبب اللي خلاه يغوت ويغيب. الحاجه اللي كان كيقولها هي كيوصيني على الصلاة وذكر الله. بديت كنتاكد بلي داكشي اللي في بالي صحيح. توادعت مع اختي ومع الوالده وعطيتهم شي بركه باش يقضيو، وخرجت نيشان للمحطه. خديت التران وصلت، قصدت الدار. حليت الباب، الدار كتبان مهدنه، حتى دوك الاصوات ما كنسمعهمش. حطيت حوايجي وتكيت في الفراش وانا عاطي وجهي لجهه الحيط، حتى كنحس بشي حاجه كتحرك مورايا. درت كنلقى وجه قيراط قبالتي. خلعتني، ولكن هاد المره كان الوضع مختلف. ما بغيتش نبين لها بلي راني مخلوع. جلست، قلت لها فين كنتي غابره هاد المده كامله؟ قالت لي ياك ما توحشتيني. قلت لها شنو اللي درتي للوالد؟ انتي مولات ديك الفعله؟ قالت لي ولكن عندي اسباب اللي خلاوني ندير هكاك. قلت لها وانا معصب شرحي لي علاش اديتي الوالد؟ ياك كنسمح لك ديري فيا ما بغيتي، علاش مشيتي لعائلتي؟ قالت لي تعرضنا لهجوم من الجن، كانوا باغين يأذيوك، وانا ملي حاولت نحامي عليك تعرضوا في طريقي وبعدوني عليك. كانوا بزاف دايرين بدارك وما كيخليونيش نوصل ليك. حاولت نتواصل معك فكريا باش تخرج من الدار، ولكن انت ما استجبتيش ليا. كان خاصني ندير اي حاجه باش نخرجك من تماك. صاحبك سي محمد قارنتو منعتني باش نقرب ليه ولا ندوي معاه. داكشي علاش مشيت لعند الوالد ديالك واستغليت فرصه انه كان في الحمام. وهذا الشيء اللي طرا. منين خرجتي من الدار ما بقيتش خايفه عليك وقدرت نقضي عليهم. قلت ليها انت ما كنتيش خايفه عليا، كنتي خايفه على راسك. قالت لي كيف ما قلت لك من قبل، اي حاجه كطرا ليك راه كتوصلني حتى انا، وانا خاصني نحمي راسي. صدماتني هضرتها. منين خرجوا لي هاد الجنون تاني؟ ما قادانيش هي، جاوني حتى هما بغاو يزيدوا على ما بيا. بدات كتقرب لجهتي وكتقول لي انا خسرت طاقه كبيره وخاصني ضروري نتغدى ولا غنضعف وغيرجعوا يهجموا عليك. قلت ليها اشنو بغيتيني تاني؟ ناكل اللحم الخضر ولا تحرقيني وتعذبيني؟ قالت لي هادشي ما غيغدي حتى الربع من احتياجي، خاصنا نفكروا في شي حاجه جديده. ناري شنو كتقول هادي؟ شنو كتقصد بهضرتها؟ الهاله ديالها تبدلات، عينيها خرجوا تاني. قلت ليها عافاك قيراط، ما تبزليش عليا ندير شي حاجه اكثر من جهدي. بارك عليا غير هادشي اللي كدوزي عليا. بقات كضحك وقالت لي غتنفذ داكشي اللي باغا، يا غنقتل لك شي واحد من عائلتك. قلت ليها
لا انت ما تقدريش تقربي ليهم، هاد القرين ديالهم غيدافع عليهم. قالت لي هادشي كان قبل بصح، دابا من بعد ما استدعيتيني لهاد العالم ولا كلشي ممكن. كتقول هاد الهضره وهي قاجاني مع الحيط. قلت ليها شنو بغيتيني ندير؟ قالت لي غتقتل شي واحد. قلت لها لا مستحيل نولي مجرم. قالت لي انت اصلا وليتي مجرم اللي شفرتي الناس فلوسهم. بقيت كنطلب فيها والو، وهي تعطيني بواحد التصرفيقه حتى طحت. قالت لي بلا ما تلعب لي على اعصابي، انت قريب غدوز الامتحان وموراها غتاخد الدكتوراه ديالك، وغيخصك الفلوس باش دير العياده، وانا باش ننفذ لك هادشي كامل خاصني نكون مغديه وقويه وعندي طاقه كبيره. مورا ما سمعت ديك الهضره صافي نط واقتنعت بهضرتها. خاصني ندير داكشي اللي بغيت باش ننقذ عائلتي ونحقق احلامي. قلت ليها شكون؟ قالت لي اي واحد من السبيطار اللي كتستاجي فيه. قلت ليها واخا. لبست جاكيتي وخرجت، كاع داك الخوف في لحظه مشى. ولات كتبان لي حاجه وحده، هو الدم ديال الضحيه ديالي اللي خاصني نسيل. وصلت للسبيطار، دخلت لابس طابليتي، مشيت كنشوف شكون غنختارو اللي يكون كبش فداء. هذا راجل كبير عنده مشكل في الكيلي، هذا ولد جابوه مهرس بسبب الكورة، هذه مرا حاملة قربت تولد، هذه بنت ملوية الفاصمة على راسها حيت عندها سرطان. وانا كنتفقد لي شومبر بواحد بواحد وحاير شكون اللي غنقتل بيناتهم. ما خاصنيش نتعطل على قيراط. شويه تفكرت المستعجلات، قسم التنفس الاصطناعي. الناس تما اغلبيتهم كيكونوا كوما، يعني ما غنتعذبش باش نقتل واحد ناعس، حتى هو ما غيتعذبش. تما ما كيكونوش الاطباء، غير الفرمليات كيجيو مره كيبدلوا السيروم للمريض. وفعلا هبطت ليها، كانت في الطابق التحتاني. دخلت الشومبر ديال واحد الشارف عنده 70 عام، كان دارك سيدة هادي 20 عام، ومن تما هو كوما محال واش ينوض. بحال هادو كيبقاو هكا حتى كيموتو. انا غنهنيك عمي من هاد الحياة، بغيت نقتلك باش ترتاح. يلا كنجبد المقص باش نغرزو فيه ونغطس يديا في الدم ديالو حتى كنحس بشي يد تحطات عليا. لقيت اسم محمد، قلت ليه شنو كدير هنايا؟ قال لي علاش ما قلتيش ليا بلي راك جيتي من عند داركم؟ قلت ليه نسيت. قال لي شنو جيتي دير هنا؟ قلت ليه جيت كنفحصو حيت الدكتور علاء قال لي نجي نطلع على اقسام التنفس الاصطناعي. قال لي واش غتفحصو بمقص؟ قلت ليه لا غير هزيتو باش نجبد الصناطات. وانت علاش جيتي هنا؟ قال لي بلي شي وحدين شافوني الفوق وهما اللي قالوا لي بلي راه نزلت هنايا. قلت ليه يلا نمشيو. قال لي وصافي ما بقيتيش غتفحصو؟ قلت ليه لا راه ساليت، هذا كان اخر واحد. خرجنا طالعين الفوق، كنشوف في المرايات كتبان ليا قيراط معصبه وعينيها حمرين بزاف حتى تسليت من محمد ولا غير حاضيني. دخلت للحمام، قلت القيراط غير تصبر عليا حيت سي محمد ما خلاش ليا المجال باش ننفذ المهمه. قلت لي قتلو حتى هو باش نتهناو منه. قلت لي لا عافاك، هذاك راه صاحبي ما يمكنش ليا. قلت لي اي واحد وقف في طريقي غنقتلوه. قلت لها لا صافي ما كاينلاش، هو راه ما غيمنعنيش، كوني هاني اليوم غنفذ داكشي اللي بغيتي. خرجت من الحمام كنفكر كيفاش غندير لهاد الشي. الحل اللي بان ليا هو نبقى حتى الليل وندير السباب البحث اللي عندي، على الاقل بالليل كيكون بنادم قليل. بان ليا سي محمد غادي زربان، عيطت ليه ولكن ما سمعنيش. مشيت لواحد القاعه بحال المكتبه، تما كيكونوا الكتوبه ديال الطب والدوايات وشي تخربيق. بقيت جالس تماك كنتسنى الليل يطيح وبنادم يمشي بحالو. وداك الشي اللي كان. وصلت ل10 د الليل، فهاد الوقيته كيكون كلشي مشى فحالو، كيبقى غير عدد قليل من الاطباء والممرضات واللي اغلبهم كيضربوها بنعسه. خرجت كنتسللت بشويه، هبطت المستعجلات قاصد نفس الشومبر. ما خاصنيش نغلط، حليت الباب بشويه وكنتاكد باللي حتى شي واحد ما حاضيني، حتى كنحس بواحد الخبطه في راسي طيحاتني نيشان وغيبت. فقت لقيت راسي مكتف وفمي مسدود في واحد البيت. كنعرف هاد البيت، كان مستودع الاموات. شكندير انا هنا؟ ياك ما انا ميت؟ كيبان لي سي محمد وواحد الراجل واقف معاه. جا نوضني وتكاني على الحيط وانا ما فاهم والو حيت كنت باقي دايخ. قال لي اسمح لي يا صاحبي على هاد الضربه، ولكن كانت هي الحل الوحيد باش نعتقك. بغيتك تسمعني وما تخافش، انا غنعتقك واخا يكون الثمن هو روحي. حيد لي داكشي اللي كان ساد ليا به فمي. قلت ليه فكني. قال لي لا ماشي دابا حتى نبعدو عليك داك العجب. قلت ليه اشنو كتخربق؟
قال لي طارق راني عرفت كلشي، انا غنعاونك حيت كنحس براسي انا السبب في هادشي اللي طرالي، انا اللي دخلت ليك دوك الافكار في راسك. قلت ليه اش كتقول؟ قال لي ما كاين لاش تخبي عليا، انا راه عرفت كلشي. وما تخافش، هاد الفقيه راه دار لك واحد التحصين باش ما تقرب ليك حتى شي حاجه، وداك العجب اللي كيهدك دابا راه ما قادر يدير لك والو، حيت فقد طاقته ملي ضربناك على راسك. غير كون هاني. بقيت كنغوت كنقول ليه لا راه غادي يقتلك. قال لي قلت لك غنعاونك واخا يكون الثمن هو روحي، غنعتقك. سد ليا فمي وقال لي واش بغيتي تعرف كيفاش حتى عرفت هاد الشي؟ تصرفاتك تبدلات مؤخرا، كنتي كتخاف من خيالك ولكن دابا وليتي بلا مشاعر، لدرجة انك وليتي باغي تقتل الروح. عقلتي النهار اللي قلتي لي بلي راه داركم عليهم الدين وبلي خرجهم من الدار. خديت النمرة ديال الدار وعيطت، ومن زهري جاوباتني اختك. بديت كنسول فيها وقالت لي بلي راك انت هادي 15 يوم باش صيفطتي ليهم الفلوس، يعني المشكل تحل وما كاين لاش تبقى ساد عليك في الدار ومقلق. قلت يمكن تسلفتي ومعصب حيت عليك الدين، ولكن داكشي اللي شفت في الكوزينه زاد خلاني نشك، الريوصه ديال الدجاج والمصارن وقرعه ديال الدم. قلتي لي بلي ما كتعرفش كيفاش تنقيه، ما عرفتي شنو تلوح ولا شنو تخلي، ولكن راه باينه اللعمه. الراس والمصارن ما كياكلوهمش والدم ما كيتشربش. عرفتك مخبي شي حاجه، ولكن كنت عارف الا سولتك غتقول لي ما كاين والو. تقربت من اختك ووليت كنسولها عليك، ولكن ثق بيا ما كانش عندي شي نيه خايبه. انا اختك كنبغيها وكنحترمها، وكنت غنطلب يديها مباشره من بعد التخرج. اضطريت نهضر معها على ودك حيت كنتي كتخبي عليا شحال من حاجه. كنلقى ديك الهضره اللي كتقول لداركم ماشي هي نفسها اللي كتقول ليا. نهار اللي جيت عندك وكان باك مريض وسولتيني شكون اللي قالها ليا، راه كانت غيتا هي اللي قالتها لي. وديك الليله اللي بت معاكم كنت كنتصنت عليك ملي نت الحمام وكتغوت خرجي خرجي، تما كنت غنموت بالخلعه. هزيت التليفون ديالك ودخلت الفيس كنقلب على ديك البنت، لقيت في اخر ميساج بلي عطيك شي نمره ديال شي واحد. دخلت الواتساب سكرينيت ديك الهضره ديالكم كامله وصيفطتها لعندي. ملي قريتها تصدمت وعرفت بلي استدعيتي بصح قارينك. هضرت مع داك الولد وعطاني معلومات على داك العجب، ومشيت لعند الفقيه وقال لي بلي خاصنا نضعفو القرين ديالك باش نحجبوه ونردوه للعالم ديالو. وهذا الشيء اللي كنحاولوا نديرو دابا. عندنا واحد الخطه اللي غنحلو بها المشكل بلا ما يتأذى حتى شي واحد. كنت غنقول لك هذا الشيء ولكن انا عرفتها بلي كتقرا عليك افكارك، داك الشيء علاش قررت نحطك امام الامر الواقع. الفقيه قال لي غطي كاع المرايات والمواعن اللي كتخرج ليك منهم، خبيهم في شي بلاصه، هو ياك تحل عليهم ولا تشوف فيهم. وداك الشيء اللي درت، مشيت انا وسي محمد كنغطيو المرايات وكنخبيو المواعن، البراد والطنجره وحتى الكيسان، حتى من الشرجم غلفتو كامل. وداك الفقيه بقى كيدور على الدار وكيقرا القران. حسيت بالراحه حيت شحال هادي ما سمعته. عطاني واحد الزيت كنقاري عليه وقال لي ندهنو كل ليله قبل ما ننعس، ونحسن راسي بالمعوذتين والاخلاص. وصاني باش نبقى ديما على وضوء وما نقطعش الصلاه، ونخلي القران ديما قريب مني. الصراحه ريحاتني هدرتو بزاف، شكرتو. قال لي نرد بالي حيت الهدف ديالنا هو اننا نضعفوها باش نردوها للعالم الاخر ديالها. داكشي اللي قال لي طبقته بالحرف. غير كنبطل الوضو كنوض كنجري باش نتوضا، وديما كنطلق القران في الدار. دازت شهر على هاد الحال، قيرات ما بقاتش كتبان، ما بقيتش كنحلم بها ولا كنشوفها. وليت كنعس مزيان ورجعت صحتي الحمد لله، واخا قرايتي غاديه في الخسران، ولكن كنت كنتمنى غير نرجع لحياتي العاديه حيت كلشي كيتعوض. واحد النهار صونات ليا الوالده، قالت لي بلي هي واختي في المحطه وغياخدو طاكسي وغيجيو لعندي. نط كنجري علاش ما علمونيش. اش غندير دابا الا سولوني على المواعن والمرايات؟ قلت مع بالي غنرجع كل حاجه لبلاصتها، ولكن المرايات غنخليهم مغطيين. اصلا دابا انا محصن وحتى داري مستحيل شي حاجه تقاسني، وحتى قيرات غتكون استسلمت شحال هادي ورجعت منين جات. رجعت كلشي لبلاصتو، شويه حتى كنسمع الدقان. حليت لقيت الوالده واختي، قلت لهم علاش ما جاش معكم الوالد؟ قالوا لي بلي راه مشى للبلاد عند جده وهما جاو لعندي. دوزنا نهار زوين حتى جا الليل. عرضت على سي محمد باش يتعشى معانا، حتى هو غير سمع بلي غيتا جايه جا كيجري. المهم جلسنا على الطبله، الوالده كتسربي الطبله، واختي مشات للبيت كتبدل حوايجها،
ولكن شفتها تعطلات. مشيت نشوفها كنلقاها حيدات الغطاء على المراية. جريتها لعندي بالزربة وكنشوف كنلقاها قيرات قدامي. درت ختي مورا داري، كانت مصدومة وكلها كترعد. عيطت لسي محمد يخرجها، حتى هو غير شاف قيراط وتخلع. قلت ليه هذا ماشي وقت الخلعة، خرج غيتها من هنا. مشى خرجها ورجع لعندي وسد الباب. قلت ليه حتى انت خرج، علاش راجع؟ قال لي لا، غنبقى معاك حتى نرجعو هاد المخلوقه منين جات. بقيت كنطلب فيه والو ما كيسمعش. قلت ليها قيراط لا صافي لعبتنا سالات هنايا، خاصك ترجعي منين جيتي، انا ما بقيتش باغيك في حياتي. قالت لي واخا انا غنمشي في حالي، ولكن حتى نفدي دقتي وندي معايا الغدا اللي غيعيشني حياتي كامله بلا ما نحتاج ليك تاني. وفي لحظه بان لي محمد مرمي على الارض والكشكوشه خارجه من فمه وقيراط اختفات. مشيت كنجري لعندو كنفيقو وكنغوت، لا ما يمكنش ما تموتش، لا صاحبي. دخلات غيتا والوالده مصدومين وكيغوتو. دازت عامين على موت سي محمد صاحبي وخويا، كان وعدني باش يعتقني وخا يكلفو الامر روحو، وبالفعل خدات منو روحو. 6 شهور وانا في اكتئاب، ولكن من بعد شفتو في منامي كيطلب مني باش نكمل قرايتي ونتخرج ونخدم ونتهلا في غيتا. بدلت رايي وقلت الا كان هادشي غيفرحو ويخليه يرقد بسلام فخاصني نديرو. وبالفعل رجعت للكليه من بعد ما سقط داك العام. عاودت قرايتي وتخرجت دكتور، خدمت في واحد العياده خاصه، كنت كنتخلص مزيان. من هنا واحد 7 سنين غنكون قادر نبني العيادة ديالي. ولكن هادشي كله ما بقالو معنى من بعد ما مشى صاحبي وخويا. غيتا تخرجات ولات قاضية وقررت تقضي حياتها كاملة في الخدمة وتنسى شي حاجة سميتها الزواج، وتا حنا ما بستثناهاش عليها، حيت اللي عاشتو ما كانش ساهل لحتى واحد فينا. وخصوصا انا اللي شفت جميع انواع الرعب والطمع ديالي خلاني نصيفط صاحبي نيشان للموت. كنت خايل كون ما اكتشفش الموضوع واعتقني كنت غنبقى ديما عايش مع قارنتي اللي رجعت لي حياتي جحيم. بدلت الدار ورجعت لمدينتي مع عائلتي، ما بقيتش كنحمل نشوف في المرايا حيت كنتفكرها. وحتى الفقيه قال لي نطبق داكشي اللي وصاني عليه ونبعد على المرايات وما نشوفش فيهم الا للضروره. كنكتب قصتي ليكم لعلها تكون عبره، حيت عارف باللي بزاف اللي باغيين يكتشفوا هاد العالم اللي كيبدا بالفضول والحماس وكيسالي بالموت والعذاب. كنتمنى من الله يسامحني ويغفر ليا. السلام عليكم.